اي او لغه القلم. المجموعه الثانيه اللي هنتكلم فيها اسمها قاع المدينه، ودي الحقيقه اصدرت عام 1970، وكان وقتها يوسف ادريس بيطلع الكتب بتاعته من مطبعه في انجلترا وكان بتوزع في العالم. قاع المدينه كمجموعه قصصيه فيها 4 قصص بس، هنتكلم بسرعه في 3 قصص منهم. اول قصه منهم اسمها هي اللعبه. هي اللعبه دي قصه ان شعبان وده سواق وابنه الصغير مروح شعبان الى منزله، فبيفاجئ بان في ردح في الحاره وفي شتيمه، وان اللي بتردح دي مرات ابراهيم افندي، وبتردح لمراته لان ابنها ضرب ابن شعبان. المهم ان شعبان بياخد ابنه ويروح عند ابراهيم عشان يعرف ايه القصه بتاعه المشكله، وازاي ابنه اسمه فؤاد ازاي يضرب ابن شعبان. فابتدى القصه ان الولد بيقول له احنا ما كانش فيه حاجه بيننا وبين بعض، ده هو اللي وقع انا ما ضربتوش. طب انتوا ايه اللي وقعوا؟ قال احنا كنا بنلعب لعبه اسمها الكنال. ايه لعبه الكنال دي؟ ان هم بيقسموا نفسهم العيال فريقين، فريق اسمه الاسطول والفريق الثاني اسمه الجيش، وبيلعبوا على خط اسمه خط الكنال بيرسموه على الارض، والفرقه دي بتزق الفرقه دي عشان اللي هيكسب في الاخر هياخد الخط ده وياخد الكنال. فالواد ابن شعبان كان مع الجيش والواد الثاني كان مع الاسطول، فبيقول له انت ايه اللي خليك طالما انت